الحملة التي تشن على المغرب الآن تشن على العربية السعودية. إذا أنت واحد ما عنده غرض بغزة ولا الناس اللي كتموت في غزة ولا شيء من هذا القبيل، قبح الله سعيهم أينما كانوا، لأن اللي الهم ديالو غزة لن يكون مستمتعا بأجواء الجبال والسهول والتلال ومراكش والركبة في الكوتشي والجلسة في ضفاف الأنهار. أول حاجة وفاة الأم لا مبالاة لها، هذه دوزناها. الغزاويين نراهم أشلاء مقطعين. واحد جاي كيهضر لي على أنتم تصهينتم، أنتم لم تتصهينوا، هادو خرجوا هادو ما خرجوش، شوية باك تيضرب في البراد ديالاتاي فر. نحن في أوريكا، والفضيحة المغاربة ما كاينينش في أوريكا دابا. المغاربة ما راشقاش ليهم دابا على ما يرون على التلفزيون. لأنه علاش؟ لأنه لهم مهمة منوطة بهم خصهم يخدموها. لو ما كانش عندهم مهمة مابقاوش كتبوا لي لا للصلح، راه ما كاين لا صلح لا والو، ما كاين حتى شي حاجة. مابقاش تكتب لي لا للصلح بحال تقول أنا مسؤول على الجانب الفلسطيني. اش من صلح؟ يا راه قال غادي يمشي لتويتر، حنا نقولوا له قبح الله سعيك، تستمتع بأجواء مراكش وبجمال أوريكا وتعبر عن تضامنك لغزة. شو هاد ولاد الحرام، شو هاد التجار ديال المآسي ديال الناس، هادو تجار المآسي لا أقل ولا أكثر، يتاجرون بمآسي البشر. علاش ما يكونش السؤال العريض أنت كيف يحلو لك أن تتكلم في غزة وتدافع عن غزة وتدافع عن خالد مشعل من المنتجعات المغربية ومن ضفاف الأنهار المغربية؟ كيفاش من على ضفاف الأنهار تستمتع بجمالية أوريكا وتتكلم لنا على فلسطين وتورينا شكون اللي تصهينو؟ أنت أكبر صهيوني عن جدود ديالك صهاينة. أنت أكبر متصهين. لم نجد مغربيا يتأسى على غزة من المنتجعات، ولم نجد مغربيا يعني يتجول في أوريكا ويهضر على اليهود والصهاينة وملككم ومستشاركم ويا أيها ويا أيتها. راه تيعرقها والمعدة ديالو ما مولفاش ما يدخل إليها فيحدث تأثيرا على المخ فينطق فمه بما لا يستوعبه عقله. السيد في الكوتشي كيتسارى في مدينة مراكش ويتكلم عن أبناء غزة التي ذبحت عن بكرة أبيها. غزة التي دكت مع الأرض. ما شفناكش أنك يعني تعبر عن امتعاضك يعني وتشد الرحيل إلى بيتك، على الأقل رجع غير لفين ساكن. ولكن كما يقولون الفاتورة مدفوعة ولا زال وقت الرحيل لم يحين، وقد يكون هناك تمديد. ما يستغربوش المغاربة إذا زاد مدد. إذا زاد مدد وطول، لأنه على كل حال
قدم خدمة جميلة. فالآن بداو كيبانوا، بدات كتبان واحد التضامن، روح التضامن بدات كتبان. بداو كيخرجوا علينا شي سلاقط اللي كيقول لك من ينتقد مشعل فهو من الصهاينة. الله يشعلها في قاعكم إن شاء الله من هذا المنبر، الله يشعلها في قيعانكم إن شاء الله. نحن المغاربة لا يخاطبنا لا مشعل ولا غير مشعل، ما يخاطبنا إلا ملك البلاد، ولا نخاطب إلا بشعبي العزيز. من غير ذلك فليذهب إلى بلده ويخاطب من يخاطب. تلك هناك يهودي وصهيوني قد خاطب الملك. قد خاطب الملك الحمار، لم يخاطب الشعب. شتي الحمار؟ إذا كان يهودي وجه خطابا للملك فتعال لنناقش الخطاب وصيغة الخطاب. وهذا اليهودي لم يخاطب الشعب المغربي، نحن نتكلم عن من تجرأ وخاطب الشعب المغربي. ولكن وقعوا في واحد الخطأ اللي هو ديالاش، وأنهم عندما رأوا المليونية قرأوها قراءة خاطئة، قرأوها قراءة خاطئة. وأنا جد متأكد مما سأقول. اللي شافوا المليونية خارجة، شافوا المغاربة عن بكرة أبيهم خرجوا من أجل غزة ومن أجل نصرة أبناء فلسطين، ماذا قالوا؟ هاد تجار الدين وتجار السياسة قالوا أن بإمكانهم أن يخرجوا تلك المليونية من أجل الضرب في الملكية، ومن أجل أن يخرجوا تلك المليونية فتقول ليسقط التطبيع، ولما لا يدفعونها غدا لتقول ليسقط النظام. ولكن بعدكم يا مراخص، بعدكم. المغاربة تيخرجوا عن قناعة، والمغاربة اللي خرجوا ماشي حبا فيك يا مشعل، ولا عشان سواد عيونك يا أقرع. المغاربة من زمان والتاريخ يشهد بذلك. حبهم للقضية قضية عقائدية وحب عقائدي، وعلاقتهم بأولى القبلتين. وهذا الحب هذا لن يزايد عليه أحدا. ولا كيظن شي واحد أنه غيستغل المليونية في اتجاه آخر، فإنكم تدقون الماء في المهراس. اقسم بالله العلي العظيم. لا عندهم يعني كان عندهم واحد أنهم يقولون صافي المغرب درناه في كرشنا، أن بإمكاننا نروج لهذا الخطاب، وخرجوا البياضق ديالهم وخرجوا النواحة ديالهم. تخيل بنادم كيبكي، ضحكوا عليه المغاربة من طنجة حتى للقويرة، كتبكي زعما حبا في فلسطين. زعما تاقوا بك المغاربة تدري في الدموع من أجل فلسطين. وعاد زيد اللي خرجوا لنا ينعتون في المغاربة بالصهاينة. يا أيها الصهاينة قبح الله سعيك، لا أنت ولا مشعل ولا 40 مليون مشعل. المغاربة حبهم لفلسطين لا علاقة له بمشعل. شكون هو هذا مشعل هذا؟ نحن لا نحب القضية الفلسطينية بشخص رجل. والخيانات اللي جات للمغاربة من القيادات الفلسطينية حدث ولا حرج. هذا اللي جا نعتنا حنا بالصهاينة كان بالأولى أن توجه سؤال لمشعل: ما موقفك من الصحراء المغربية يا مرخص؟ الرجولة ليس بشوية الزغيبات فحناكم كتظنوا بأن هذه القضية الفلسطينية. والقضية الفلسطينية ماشي هي شال كيدار على العنق، على اللي جاب واحد الكشكول دارو في عنقو يجي يمثل علينا ويجي ينعتنا بالصهاينة. والله ليس هناك صهيوني إلا أنتم، وتجار المقدسات إلا أنتم، وتجار الدين إلا أنتم، وتبيعون وتشترون بالأطفال إلا أنتم.
هاد الكلاب الضالة اللي هي محسوبة علينا لم نراها تتحسر من أجل أطفال الحوز. ما شناهمش دايرين الشالات فيهم الدرابو ديال المغرب وغاديين بالقوافل، لا، ما بانوش لينا. نتمنى ان حتى المغاربه يعرفوا شكون اللي معاهم وشكون اللي قرض كيبيع ويشري بهم. حنا دابا ما كنهضروش على البراني، كنهضروا على ديالنا دابا اللي خرجوا كيبينوا لينا شكون الصهيوني وشكون المغربي المسلم. وصهيانوا المغاربه قبح الله سعيهم، ابناء المجاري. ما شناكمش في عز محنة المغرب والمغاربه، ما بنتوش لينا خارجين تغوتوا وخارجين تنددوا وخارجين تعبروا على تا مغربيت. ما كانتش. دابا كتلقى رئيس المرصد ولا معرض رئيس الجمعيه ولا معرض رئيس اش من مصيبه كحله داير شال ديال فلسطين في عنقو وجاي يورينا شكون اليهودي وشكون الصهيوني. ولا راه خالد مشعل ما خصكمش تهضروا عليه، اهضر معاكم خصكم تقدموا ليه البيعه والولاء. الله ينعل جدك على جدو من هذا المنبر هذا. المغرب اولا والمغرب اولى، وما يزايد علينا حتى شي واحد. وماشي نتوما اللي غتوريونا شكون المغربي وشكون اللي ماشي مغربي. داكشي باش كنقولوا هذا القرع هذا اللي في المغرب. بين لي يا عباد الله، خرج عباد الله من الرونده ديالهم. روح التضامن وروح كلهم بغاو يبينوا لنا الصهيانه والتصهيون عادي جدا. دغيا ولد الكلب البارح ما شناهش، اليوم خرج كيبين لينا شكون اللي صهيوني وشكون اللي ماشي صهيوني. ضرب في المغاربه كاملين. اللي يهضر على خالد مشعل وسير جمع قشاوشك وسير عند خالد مشعل. علاش ما نديروش روح تضامن مع خالد مشعل؟ شكون اللي حابسكم؟ كلكم عندكم باسبورات. كاع هادو اللي كيتهموا المغاربه بالصهيانه لما لا تشدوا الرحال ونشوفوكم في رفح. ديروا وقفه اعتصاميه في رفح ودخلوا لغزه. جالسين كتبينوا لنا الصهيوني من اللي ماشي صهيوني من الرباط ومن راكش وكازا وكادير. وهاد الاحزاب هادو تا هما اللي عندهم هاد الحب كامل ديال غزه. اما ديرش ليا مؤتمر في الرباط ولا في كازا وهزوا سكاكم الى مصر الى رفح. متى سنراكم تشدون الرحيل الى رفح؟ علاش؟ السي بن كيران الرجل السياسي المحنك رئيس الحكومة السابق لنا كامل الاحترام له والتقدير على الشجاعة اللي عنده والخطابة اللي عنده. امتى غادي نلقاوك في رفح؟ ان شاء الله تنتظر ان تفتح الحدود وعندك الفلوس تقدر تدخل لرفح. دخلوا الناس، دخلوا المغاربه لرفح. كاين كاع اللي ماتوا من المغاربه مساكن في غزه. وعقدتم مؤتمر وعيطتوا على مشعل، وهذا مشعل كاع ولا بغى يقدم خطاب للشعب المغربي. متى ستعقدون الرحيل؟ امتى تمشيو لغزه وتدافعوا من اجل غزه وتعطيو الغالي والنفيس من اجل غزه؟ وتبينوا بان كاينين مغاربه صهاينه ما مشاوش معاكم. يلا بينوا لنا حنت يديكم اصاحبي. ما بقاش تكري صاله وتجيب لنا مشعل. اما مشعل فباين الولاء ديالو لمن وباينه المنظومه شكون هي. ايران
علاقة إيران بالجزائر، وإيران والجزائر وعلاقتهم بالمغرب، حماس والموقف ديالها من الصحراء المغربية، هادو كاملين كيتجمعوا هاد المعطيات أنهم ممكن يديروا حلف ضد المغرب. إيران تضرب في المغرب، الجزائر كتضرب في المغرب، حماس لا تعترف بالصحراء. إذا هادو كلهم عندهم مصلحة وحدة، جمعهم واحد المصلحة، وهاد المصلحة اللي جمعهم هي مصلحة ضد المغرب. إذا ملي يجي مشعل يدير لنا بحال هاد الخطاب لنشر الفتنة وخلق البلبلة، ماشي غريب أنه مخلص عليها من عند الكبرانات، وكل شي كيعرف السخاوة ديال الكبرانات اليوم، سخاوة الكبرانات، الفلوس، فلوس، مليون ديال الدولار غير قول هذاك الخطاب. وأنا على يقين أن ذلك الخطاب الذي خرج به مشعل كيسوى 1 مليون ديال الدولار. مليون ديال الدولار، 2 المليون ديال الدولار، كاع 3 المليون ديال الدولار ما تغلاش عليك يا خالد مشعل. خرج قول لنا هذا الخطاب هذا، لأن شكون اللي الهم ديالو أنه يضرب مثلا في الملكية في المغرب وفي الملك في المغرب ومخصص لها ميزانية ومخصص لها ذباب إلكتروني؟ الجزائر وكبرانات الجزائر. إذا التحليل علاش اللي ما نقولوش هذاك الخطاب اللي دار مشعل هو خطاب جزائري. يسير الشوفاج كيدير الصداع. شكون هو الشوفاج؟ هو غادي تقول زعما انا مصوج؟ شتي دابا تطيح الهضره، وكيقول لي مصوج دابا. انا مصوج انا؟ واش كتقول لي يا ياسير الشوفاج كدير الصداع؟ شتي دابا كتبها، قال لي يا ياسير الشوفاج كدير الصداع. ولينا في السبان وفي المعيار دابا. واخا سيدي احنا سديناه، ولكن راه نقدر نلبسك، نلبسك واخا كيعجبوني اللي كيشرحوا لي دابا. لبستكم كاملين. شتي شحال يكون عندك مستوى ديال الخامس، شتي عندك مستوى الخامس طحن كيما عجبك، طلع النيفو كيما عجبك، وهبط كيما عجبك، وما تفهمش ليا عباد الله كيما عجبك. المهم عندك على الخامس تقول لي انا صوفاج، انا مصوفج انا، وحيد ليا من فمي. مشيتي فيها، مشيتي فيها.